كده سنة بتصلي على كورس؟ سنتين يا دكتور والله. قبل العملية وبعد العملية؟ قبل العملية وبعد العملية، مسوق التأهيل. انت جيت لي قلت لي انا عايز اجيب التاني بس ومش عايز ارجع العب كورة بس. اجيب التاني دلوقتي، لا عايز تلعب ترجع تلعب كورة وترجع. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا معتصم، عامل ايه؟ كله تمام يا دكتور. طبعا احنا لينا شهر ونص. ايوه. هنعمل تقييم للعضلات ان شاء الله. طبعا كان عندك انت لما جيت لي كان عندك مشكلة طبعا في التاني والشرط. ان شاء الله. كنت جاي لي كنت عامل عملية باين من سنة صح؟ ايوه تقريبا كده. كنت عامل عملية ايه بقى؟ نقول للناس كنا عاملين عملية ايه؟ عملية رباط امامي. كنا عاملين رباط صليبي امامي. ايوه. تمام، وما كملتش تأهيل صح؟ ايوه تمام. هنقيس المسلز دلوقتي، بعد كده نوري الناس احنا جبنا ازاي وضع التشهد. احنا المفروض كنا صورنا اول يوم. تعالى كده 46. الحمد لله الاثنين بقوا قد بعض. بسم الله ما شاء الله يعني عليك، انت مجتهد من اول الناس اللي بتبقى موجوده قبل ما نبقى موجود. طبعا انا افتكر لما قسنا المرة الأولى كان في فرق 3 سم أو 4 كده. من 3 ل 4 انا فاكر. الحمد لله. هنقوم كده نعمل وضع التشهد ونوري الناس ازاي احنا وصلنا وضع التشهد. يلا زي ما احنا نعمل. بسم الله ما شاء الله. خلي ظهرك ورا زي ما احنا شايفين. قرب هنا كده، شايفين يا جماعه؟ بس افتح كادر. طبعا انت ما كنتش متصور ان انت تجيب التاني. انت جيت لي قلت لي انا عايز اجيب التاني بس ومش عايز ارجع العب كوره بس. اجيب التاني دلوقتي، لا عايز ترجع تلعب كوره وترجع تمارس حياتك صح؟ الحمد لله. شعورك ايه؟ والله شعور جميل قوي. المشهورة بتاعت بويا. ماشي يا حبيبي. والله شعور جميل طبعا. يعني الحد لما يكون مطول من الصلاة عامة يعني صلى على كرسي وبعد كده سنة بتصلي على كرسي. سنتين يا دكتور والله. قبل العملية وبعد العملية؟ قبل العملية وبعد العملية، مسوق التأهيل. وانا انصح اي شخص يعني عامل عملية ما يهملش التأهيل، لانه التأهيل ده كله حاجة. تأهيل طبعا 70% من نجاح العملية طبعا. المهم انا عايزك تلتزم بقى بالتعليمات اللي انا هقول لك عليها ان شاء الله لما نخلص ان شاء الله باذن الله خير. ان شاء الله. تشرفت حبيبي بيك وتشرفت باهل السودان وانتوا فوق راسي طبعا. الله يكرمك، واحنا لينا الشرف والله. تشرفت. شكرا يا دكتور.